يا ملهم الشعر هل زرت في سمري، فعازف العود ناغى سادس الوتر. شربت من كل كأس ما تدور به رأس الجبال تغني لست بالبشر. قد كنت أصغي لعقلي في الهوى خطأ، حتى رميت بأهل الحب في كبري. أحبهم ذاك شأني تلك مفخرتي، من ذا الذي يؤاخذني غدا أحاسبه على نعمة السهر. من ذا الذي يأتي في الجوى يسامرني، أملي له معجم الأشواق في السحر. أملي له الفرد لا أملي نواقضه، فالذنب في الحب لا يمحى بلا أثر. وشكرا. الشعر فوق العروض وقبل العروض. على أي هذا النوع من الشعر كيفتح جسور، كيمد جسور التواصل ما بين ثقافات أخرى، ما بين أنماط موسيقية أخرى. هذا باش يكون تجاذب، يكون تلاحق. مثلا إلا خدينا وزن الدبيت عند الفارسيين فاستساغته الأذن العربية. لماذا؟ لأنه قريب جدا من المخلع البسيط، هو نفسه المخلع البسيط كانت واحد الحركة يوجد فيه روائع، يعني من لعب فيه الشمول وما أجمل هذه الشمائل. هذا راه دبيت فارسي. إذا هنا كاين استيراد ديال الأوزان ديال الثقافة وتصدير أوزان. إذا حنا في المستوى ما خصناش نحسوا بهذه الدونية هذه أننا نصدروا الثقافة ديالنا ونبحثوا على ثقافات أخرين. فالقصيدة الموزونة مثلا كتعطيك واحد وهو واد شعري تام مكون من 10 مقاطع صوتية، والحرف الروي فيه يبكي في المقطع السابع. يعني هذه أشياء أخرى. غنقول للسي محمد ونوريس النجمة كيف توصل القصائد اللي باين زول كينودن زدتي تبيرين غيدا غتكلم تيريني الخضرين ودرون تميور ولاتين ونشات وليلى ليلى 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 هذا ديال هذه شنو لا من شاوي هذه توكست. ايوا كيسيني غير سيوالي سي محمد اش انتي واخا نغني غير شكون يلقى غير كان يتكا يخكور يضربوا هو انا كيدانو وليك شعر وليلى ليل ودعويات كل ذو حبيب اش انتي وليلى ليل. المهم اختك لازمات يوين تبراتين يوين تلغتين امينيسي لا يرى الاله جميل نمس هو انه ابن سنيتي ابن الصحت وانه يغوريس فاس كان سيدان من تسانس هذا كوريني هاتي كان هو السعر وانا النزرانة قرزام غسايس هدوري تغوالة داكي تمانس النوري الزوارة جاي يخصيد وانا ديوسيني ذكرى شمر أوري ميلي تقليل تانيت إلا ما ديوسين البارو ديميش أصلي غرايو دي تغيس نفوس ورسول إيقاد ساولنا فودور توسي اختات غير إهداء سي محمد. غندوز المعاناة الكاتب مع الأشعار ديالو، لأن القراءة الخارجية ربما راه عطاها الأستاذ إبراهيم الحقا. أنا من أنصار القراءة الداخلية أو المذهب التفكيكي في النقد، لأنه تتفكك القصيدة كتلغي الكاتب كتلغي السياق التاريخي والاجتماعي باش ترجع للقصيدة كعمل دير ليه تفكيك وتعاود تجمعو. علاش؟ باش يعطيك عمل جديد باش يبقى يولد. أنا كنمدد الشاعر اللي كيشرح القصيدة ديالو تيقتلها في الشعر. المتنبي ملي قال له شرح لنا قصيدة قال لهم أنام من أجفوني عن شواردها ويسهر القوم جراها ويختصموا. باطما قال نقول كلامي وغادي في حالي. شوف انت اعطيه تأويلات وعاود الانتاج ديالو باستمرار، ما غاديش نعطيه واحد الاطار ونقيدو به. وهذا الشيء كان يعني كان